السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. النهاردة هنعمل بقى صينية كنافة حلوة كده بالكريمة، هتعجبكم جدا. بس انا عايزة اللي مشتركش في القناة يشترك، واللي مشترك يعمل لي لايك. وقبل ما نقول وصفتنا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونسمع الصلاة على الحبيب المصطفى. شايفين صينية الكنافة اللي معايا دي؟ شايفين رفعها عامل ازاي؟ انا بحب الكنافة تبقى بالرفع ده. ومزوقينها بالكريم شانتيه، هيعجبكم جدا. اول حاجه انا جبت كنافه وحطيتها في الفريزر لمده يومين كده علشان تجمد معايا، وبعد كده قطعتها صغير جدا. هي لما بتكون متلجه في الفريزر وتيجي تطلعيها تقطعيها بتبقى سهله عليكي، ما بتبقاش صعبه. بنجيبها نحطها في الفريزر كام يوم كده لو هتستعمليها، وبعد كده بتطلعيها بتفركيها، بتطلع بسرعه معاكي، بتقطع بسرعه معاكي. انا اقطعها معايا ناعم قوي، عايزاها تكون متقطعه ناعم على الاخر خالص. ده معايا نص كيلو كنافه. اولا يعني كده. اول حاجه بقى معايا لبن، معايا كوبايتين لبن، ومعايا كيس الكاستر ده. كوبايتين قباله كيس واحد من الكاستر ده، اي نوع بقى انت عايزاه. وبعد كده فضيته مع ربع كوبايه ميه وقلبتهم. هنحط بقى للبن ايه اهم حاجه؟ الفانيليا. وهنحط 5 معالق سكر. احنا بنحبها سكرها زياده، انت بتحبي قليلي خليها 4، بس انا عامله 5 معالق. تاني حاجة اللبن انا كنت لسه ببدأ اغليه، فعلشان كده انا هعملها معاكم على السخن. هي لو على البارد بتجيبي لبن بارد برضو وتعملي نفس الخطوات، بس ما بتكونش على النار، وبعد كده بتحطيها على النار. انا دلوقتي بقى هحط ايه؟ الفانيليا والسكر، وهقلبهم مع بعض كده تقليبة حلوة. وبعد كده هنزل بقى معايا بالكاستر ده. وافضل اقلب اقلب. اهم حاجه التقليب، ما تسيبهاش عشان ما تكلكعش. يعني جزء من اللبن يكلكع والجزء التاني يفضل سايب. وهنزل بقى بالكاستر كده واقلب. لو انتي بقى بتعمليها على البارد هتفضلي تقلبي برضو في الكاستر والفانيليا والسكر مع بعض، كله مع بعض، وبعد كده ترفعيها على النار. شايفين هي بدأت تتقل معايا اهي. انا عايزه القوام ده، القوام الناعم ده، عشان القوام الناعم ده معايا لما هيجمد، لما هيمسك بقى بعد ما تطفي من على النار هتلاقيها ناعمه كده وطريه، ناعمه معاكي مش تقيله. شايفينها عامله ازاي؟ حلوه خالص اهي كده. انا هطفي عليها بقى خلاص. وبعد كده نعمل ايه بقى؟ نجيب الصينيه معايا اللي هنعمل فيها. ومعايا سمنه مسيحه سمنه. وهحط بقى، انا هدهن الصينيه، هدهن الارضيه بتاعت الصينيه سمنه. وبعد كده معايا الكنافه. الكنافه هعمل ايه بقى؟ هجيب بوله، وبعد كده هاخد جزء من الكنافه. مش هاخد الكنافه كلها، هقسمها على اجزاء عشان على حسب الصينيه، يعني ممكن محتاجش النص كولي كله، فما تخسريش الكنافه في قلبها السمنه. انا حطيت اهوت حبه كنافه في قلبهم السمنه وهقلبهم مع بعض. وبرضك ما حطيتش السمنه كلها على الكنافه، لسه هستعمل النص التاني بعدين. وبعد كده هعمل ايه؟ هقوم رايحه بقى حاطه الكنافه في ارضيه الصينيه معايا كده، وهفردها تكون فرده حلوه بحيث ان كل حاجه في الارضيه تكون متغطيه. والتاني حاجه بقى ايه؟ اول ما نفردها كده ونعملها، اول طبقه للكنافه دي لازم نضغط عليها ضغطه جامده. ممكن انت تجيبي صينيه اصغر من دي وتقعدي تضغطي بيها. انا هضغطها بايدي عادي، انا متعوده اضغطها بايدي. تضغطيها ضغطه حلوه. اهم حاجه في الكنافه ضغطتها الحلوه دي، عشان لما نيجي نقلبها على النار، او لو انت بتحبي تقلبيها يعني. لو هتعمليها على البوتاجاز، احنا هنعملها في الفرن، تكون سهله معاكي ما تفكش منك. انا هقعد اضغط عليها ضغطه حلوه كده بايديا، علشان ايه؟ كل كله يبقى مستوي مع بعضه. انا ضغطتها ضغطه حلوه اهي. دلوقتي بقى هجيب انا الكريمه، وهنزل بالكريمه معايا. هفردها بقى على الكنافه كده فرده حلوه، ولو احتجت هفرد تاني. انا احتجت اهوت فهحط تاني. وبعد كده بقى ايه؟ هعمل ايه؟ انا كده فردت الكريمه معايا اهوت على الكنافه، على سطح الكنافه، هديه على اول طبقه من الكنافه كده. تمام. تالي كده حلو قوي تمام عليها. بعد كده هعمل ايه بقى؟ هجيب انا بقى الكنافه، بقيه الكنافه اللي معايا، وهقوم راح حطها في قلب البوله واحط معاها السمنه. يبقى احنا قسمنا المقدار على نصين، نص هنحطه للارضيه، والنص التاني هنحطه لايه؟ للوش الكنافه. هحط انا بقى الكنافه واحط عليها السمنه، واخليهم في بعض، افلفلهم في بعض زي ما بيقولوا كده.
هنقوم رايحين بقى بعد كده نعمل ايه؟ هنحط الطبقة التانية. بس انا عايزة الطبقة اللي هنحطها فوق الكريم، فوق الكريمة او فوق المهلبية، ما نضغطش عليها علشان ايه؟ معايا المهلبية لسه يعني طرية ناعمة، ما تقومش باظة معاكي طالعة بره. وبعد كده نقوم حاطينها بقى كده، ونساوي بقى نغطي السطح كله، نغطي الكريمة كلها. انا عامله هنا الكنافه بسمنه بلدي، بتديها طعم احلى بكتير من السمنه النباتي. تعجبك جدا، وممكن تعمليها بزبده برضو. بس ما انا ما بفضلش، في ناس بتعمل الكنافه بالزيت، انا ما بفضلهاش خالص بالزيت، بتبقى ملهاش طعمها بيبقى مش حلو. امال بالسمنه بيبقى طعمها مختلف جدا، وبالذات لو بالسمنه البلدي بتبقى مختلفه طبعا. انا ضغطتها ضغطه خفيفه خالص يا دوب، بس اللي تنيميها، لو في حاجه طالعه تنيميها بس معاكي كده وتساوي السطح. هي كده معايا تمام اهي. انا هدخلها بقى على فرن على درجه حراره 180 لمده 25 دقيقه. اول ما تستوى من تحت هفتح عليها الشوايه لحد ما تستوى من فوق كمان. دلوقتي بقى نعمل الكريم شانتيه. انا معايا معلقتين لبن، وبال معلقتين كريم شانتيه سايب، ورشه سكر بودره. انا عايزه اقول لكم على حاجه، ان وهنضربهم مع بعض. انا مش عامله كتير، انا عامله يا دوب مقدار ازين بيه بس. يعني ممكن حد يقول انت جايه على نفسك كده ليه؟ لا، بس انا عامله مقدار يا دوب ازين بيه بس، عشان ما نهلكش الحاجه على الفاضي. اهوت كده. وبعد كده بقى انا هاخد الكريم شانتيه اللي انا عملته ده، اول ما قوامه يتقل معايا واحطه في التلاجة. شايفين قوامه بقى حلو اهو. وهجيب بقى كيس حلواني انا، واقوم رايحه حاطه فيه شايفين لما تطلع معاكي في المكنه بتاعه في العجان، مش بتقع منه، مش بتسقط من الاداه بتاعته، يبقى كده تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ كريم الشانتيه معايا في التلاجة، عشان اصلا اول ما الكنافه بتطلع بتبقى سخنه، ما ينفعش نحط عليها كريم شانتيه، لازم نسيبها لما تبرد. دلوقتي الكنافه طلعت معايا اهي. انا بسقيها بشربات يعني درجه حراره المطبخ، ولا هو ساقع ولا هو دافي، علشان تطلع ولا هي طريه ولا هي ناشفه قوي. لو انت عايزاها طريه قوي اعمليها بشربات سخن، لو انت عايزاها ناشفه اعمليها بشربات ساقع. احنا عايزينها الوسط دي، ولا هي ناشفه ولا هي بارده. الشربات عملته كوبايه سكر، شايفين الرفعه بتاعها قد ايه؟ رفيعه جدا. الشربات عملته كوبايه سكر وبال كوبايتين ميه ورشه فانيليا وعصره ليمونه، وسبتهم لما يستووا مع بعض على النار كده اهو. وانا سقيتها كلها. انا هسيبها بقى لما تهدى خالص، واقطعتها معاكم وزينتها بكريم شانتيه. بس تاني مره واقول برضو، الكريم شانتيه ما نحطوش الا لما تبرد الكنافه، علشان لو حطيناه وهي سخنه، الكريم شانتيه هيسيح والدنيا هتبوظ خالص. فتستني لما الكنافه تبرد وتزوقيها براحتك. انا يا دوب زوقتها بس كده، كل قطعه بقطعتها، عشان لما ناخد القطعه تبقى يا دوب على قد قطعتها. انت عايزه تزودي اكتر من كده التزويق ده على ذوقك انت بس. اعملي انت وابدعي. وفي نهاية وصفتي أقول زي ما بدأنا بالسلام ننهي بالسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.